السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هعمل معاكم النهاردة الكيكة بتاعت الفانيليا، الكيكة العادية خالص اللي هي اليومية مع الشاي مع نسكافيه. حاجة كده سهلة وجميلة ومقاديرها بسيطة. انا ممكن اعملها مرتين او ثلاثة في الاسبوع من سهولتها، وطعمها جميل جدا وبتعجب ولادي قوي. وان شاء الله مقاديرها بسيطة وهتعجبكم. سمي الله كده ونبدأ مع بعض الوصفة. عندي هنا كوباية دقيق، كوباية لبن، وهنا كوباية ونص سكر، وثلاث كوبايات دقيق، واربع بيضات، وكوباية زيت. وعندي هنا باكو فانيليا. مقدارها بسيطة جدا ومتوفرة، وتقدري تعمليها في اي وقت. بتغنيك عن البسكوت، عن اي حاجة. لو نازلة الصبح على شغلك ومستعجلة ومش لاحقة تفطري، هتشربي كوباية اللبن او الشاي مع قطعة كيكة، فهتبقى جميلة جدا ومغذية، وهتقضي معاكي الغرض بصراحة. هنبدأ كده الوصفة. هنحط هنا 4 بيضات في بولة من غير ما نعمل في الخلاط ولا اي حاجة، اقتصادية جدا وعلى قد الايد بصراحة. هننزل عليها هنا بكيس الفانيليا وبالمضرب اليدوي العادي خالص، وهنبدأ نعملها. هنحط هنا السكر، كوباية ونص سكر. لو انت بتحبيها مسكرة ممكن تحطي كوبايتين عادي. هتعمليها بالمضرب اليدوي، لو عندك مضرب كهربائي مش مشكلة عادي. مش هتعملي في خلاط ولا اي حاجة، وخطواتها بسيطة جدا وسهلة. بصوا هنا كده ضربتها بالمضرب اليدوي لحد ما السكر داب خالص واختفى معانا. اهم حاجة ان انت تدوبي السكر خالص، ما تسيبيش فيه اي حبيبات علشان ما تعملش تكتلات في قلب الكيكة. لازم تدوبي السكر خالص. بعد كده هتنزلي هنا بكوباية الزيت برضو. هنقلبها جدا برضو كويس لحد ما الزيت يختفي خالص. عادي معلش، هتاخد منك بس ايه وقت بسيط كده، حوالي كام دقيقة في التقليب. بس صدقيني النتيجة هتبقى جميلة جدا وهتعجبك بصراحة. بصوا كده هنا الزيت بدأ يختفي خلاص مع التقليب. بصوا هنا القوام بقى عامل ازاي، ما شاء الله جميل جدا وقوام فاتح كده. احنا مش هنحط كاكاو ولا شوكولاتة النهاردة، هنعمل كيكة فانيليا عادية خالص وسهلة جدا، وهتطلع معاكي هشة قوي قوي بصراحة. هنحط هنا، ننزل بكوباية اللبن برضو، هنخلطها كده معانا في الخليط دوت. يا ريت اللي اول مره يشوف قناتي انا يوميات تيتا، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك واشتراك للقناه. واحب اشكر كل متابعيني وحبايب قلبي اللي بيبعتوا لي كومنتات جميله جدا وبتسعدني بصراحه، وبكون كومنتاتهم لطيفه جدا على قلبي. ربنا يخليهم ليا يا رب. وبحبكم جدا بصراحه. بصوا هنا القوام عامل ازاي، ما شاء الله كده. هننزل هنا بنص كمية الدقيق دي، 3 كوبايات دقيق. انا خلطهم مرتين. لازم اهم حاجة ان انتي الخطوة دي تنخلي الدقيق علشان تطلعي منه الهواء اللي جواه. وحطيت عليهم كيس بيكنج باودر ونخلتهم على بعض. اهم حاجة، انا ما نخلتش في الفيديو، بس انا الدقيق ده نخلته مرتين. نزلت بكمية تانية كده، وحاولت ان انا برضو ادوبها في الخليط مع الخلط كده بالمضرب اليدوي العادي لحد ما الدقيق بيختفي خالص. للامانه هنا انا نسيت احط قدامكم ذره ملح يا جماعه، بتحطوا ذره ملح بسيطه خالص على الدقيق. بصوا هنا القوام عامل ازاي، ما شاء الله جميل جدا وقوام كريمي جدا. بصوا كده بدون خلاط وبدون اي حاجه، حاجه كده عسل ما شاء الله. وسهله والله، يعني انتي بعد ما بتخلصي شغل المطبخ ممكن تعمليها في 5 دقايق وانتي واقفه، مش بتاخد منك اي وقت خالص ولا اي مجهود. كان عندي هنا حله بصراحه، فحبيت ان انا اعمل فيها، قلت علشان ايه تاخد علوها براحتها. فانا بطنتها بمعلقه سمنه وحطيت عليها معلقه دقيق كده، ونزلت هنا بالخليط بتاعي عليها. هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. هتطلع معاكي هشة وجميلة جدا وما شاء الله عليها حاجة عسل. وهتبصوا ما شاء الله قوامها ولونها عامل ازاي، والتسوية بتاعتها جميلة جدا. بصوا الكيك من جوه قلبه عامل ازاي، هش جدا ومفرغ
وما تنسوش بقى لايك واشتراك للقناة، وان شاء الله اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، ومع كوباية شاي كده جميلة، هتبقى احلى قعدة واحلى سهرة. والسلام عليكم ورحمة الله.